قبل ما اخش في الموضوع، قبل ما اكشف لك التفاصيل، خليني اقول لك ان احنا معانا راعي قوي جدا ومحترم جدا، وهو الراعي اللي معانا النهارده راعي مش عادي. الراعي اللي معانا النهارده له قصه، وقصه كبيره كمان. ايه هي؟ خلي بالك دلوقتي السوق المصري متقلب حبتين، يعني في تعويم عمله، العمله كل يوم بسعر، الدولار مش ثابت. الكلام ده كله يحتم عليك ان انت لو جاي تستثمر فلوسك ما قدامكش غير طرق معدوده على اصابع اليد الواحده. يعني ممكن تحط فلوسك في البنك في ظل الشهادات المطروحه دلوقتي 25% فايده هايله جدا ومغريه كمان. بس في ناس ما بتحبش تجمد فلوسها لمده سنه، وتقول لك لا انا ما بحبش احط فلوسي في البنوك. كده يبقى انت قدامك خيارات اخرى، افضلهم العقارات. ان انت تحط فلوسك في العقار ده افضل استثمار مطروح قدامك. الاستثمار ده مضمون 100%، لان عمر العقار ما يكون غدار. خد بالك من الحته دي. عمر العقار سواء عماره سواء شقه سواء فيلا عمرها ما تغدر بيك، لان سعر العقارات ما بينزلش، والسوق بيقول لك ان سعر العقارات مش هينزل، بالعكس هيطلع الفتره الجايه. فلو انت عاوز تستثمر في العقار انت هنا على الطريق الصحيح. بس تستثمر ازاي؟ لان خلي بالك مش كلنا عندنا خبره واسعه في سوق العقارات، وما عندناش تاريخ كل مطور عقاري والمشاريع الناجحه ايه ومشاريع الفاشله ايه في ظل المشاريع الكتيره الموجوده في السوق المصري دلوقتي. فهتلاقي عندك شركة اي بروبرتيز. اي بروبرتيز ممكن تستعين بيها لإيجاد العقار اللي انت بتدور عليه، لان الناس دي عندهم خبرة في السوق المصري بقالهم 10 سنين، وبيتعاملوا مع كبار المطورين العقاريين، فعندهم تاريخ كل المشاريع اللي موجودة قدامك في السوق. وعاوز اقول لك ان شركة اي بروبرتيز تم تكريمهم اكتر من مرة وحاصلين على جوائز في حجم المبيعات بتاعتهم في السوق المصري. يعني باعوا عقارات كتيرة قوي في الشيخ زايد، في التجمع، في حتت كتيرة قوي، فعارفين كل حاجة. دول احسن شركة تستعين بيهم في البحث عن عقار. وهنا انا مش بقول لك ده حد عادي، بقول لك حد بقاله 10 سنين في السوق المصري، خبره كبيره جدا. شركه اي بروبرتيز هسيب لحضرتك الرابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حابب تتواصل معاهم. لان على فكره مش شرط يكون بس ان انت بتدور على عقار، لا، ممكن كمان لو انت عندك بزنس وعاوز مقر اداري ليه، برضو الناس دي ممكن تساعدك. اي بروبرتيز استعين بيهم، خبره 10 سنين. الرابط بتاعهم اسفل الفيديو.